هي الحاجات اللي المدرسة مش بتعلمها لنا أبدا؟ مع بداية العام الدراسي الجديد واللي نتمنى يا رب النجاح والتوفيق لكل ولادنا، نقول إن في حاجات المدرسة مش بتعلمها لنا، حاجات كتيرة جدا. النهاردة عايزة أبدأ سلسلة بتحكي عن الحاجات اللي المدرسة مش بتعلمها في الجانب المادي أو الاجتماعي أو النفسي أو العملي. في المدرسة بنتعلم تاريخ وجغرافيا وعلوم ولغات، لكن مفيش حد بيعلمنا ازاي ندير فلوسنا، ازاي نتعامل مع الحياة. مفيش دروس بتقولك ازاي تختار الشغل اللي يناسبك، ولا ازاي تختار شريك حياتك. مفيش حصة بتعلمك ازاي تتعامل مع الفشل، الاكتئاب، ازاي تتقبل الآخر، او حتى ازاي تتعامل مع الآخر. من أول يوم كنا بنقعد في الفصل بنكتب ونقرا ونحفظ كل حاجة عشان امتحان آخر السنة. المدرسة بتجهزنا عشان ننجح في الامتحان، لكن مش عشان ننجح في الحياة. عشان كده النهاردة أنا عايزة أبدأ السلسلة بتاعة الحاجات اللي ما تعلمناهاش في المدرسة، وأحب إن أنا أبدأها بالجانب المالي. بينا سنين كتيرة قوي في الدراسة وداخل الفصول وتعلمنا حاجات حلوة كتير، لكن محدش فينا اتعلم إزاي يتعامل مع الفلوس، ازاي يكسب فلوس، ازاي يدير امواله. محدش فينا عنده فكرة عن الضرايب. ابسط حاجة بنتخرج وبنخلص دراسة واحنا مش عارفين ايه هي الضرايب، ازاي اسددها، ايه الضرايب اللي على دخلي، اللي على المرتب بتاعي، والتأمينات. ابسط حاجة احنا ما نعرفش نقرأ او نفهم عقد بشكل كويس، لان كل الحاجات المادية دي ما كانتش متاحة في أي مرحلة من مراحل التعليم. فبصينا كده لأي خريج أو أي حد فينا لما كان خريج صغير ولسه متخرج كده ومبسوط، هيلاقي نفسه ناجح ومتفوق وجايب امتياز، لكن مع أول مرتب الواحد بيقبضه مبقاش عارف يعمل إيه، يدخر إيه، أو يصرف إيه، إيه هي الضرايب اللي هيدفعها، هل هو هيقدر يستفيد من دخله ده، إزاي يتجنب الديون اللي ممكن تخليه يقع فيها وما يعرفش يخرج منها. الطالب ده او اي حد فينا هو نجح في كل الامتحانات، لكن اتلخبط اول ما قابل الحياة الحقيقية. الحقيقة ان احنا محتاجين نعيد النظر في مسألة التعليم كلها. يعني احنا مش بنلوم المدارس، لكن فكرة التعليم نفسها اصلا من اول ما بدأت، بداية تحديدا من القرن 19، كان الهدف منها ان هي تخرج عمال للمصانع. مش محتاجين حد يفكر ويدبر او يدير، احنا بس محتاجين ناس تسمع وتطيع وتقول حاضر. النتيجة ان احنا بنطلع حافظين قوانين نيوتن، لكن ما نعرفش اي حاجة عن قوانين البنوك. الجانب المادي من الحاجات اللي المدرسة فعلا مقصرة فيه ومش بتعلمه لنا، لكن ده مش معناها ان احنا نستسلم. والحقيقة ان ادارة المال مش مجرد مادة اضافية، مادة اساسية لحريتك. وهتكتشف بعدها ان التعليم الحقيقي بيبدأ بعد جرس الحصة الاخيرة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وكل واحد يقول لي حاجة كده من الحاجات اللي المدرسة معلمتها لناش، عشان احنا نناقشها ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة عشان توصل المعلومات لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية.